بالنسبة للأكل الخاص بالفراخ الصغيرة غادي ننزل لكم الرابط في صندوق الوصف. هنايا وضعت 3 ديال المغرفات ديال الأكل، وغادي نضيف عليه الماء معدني، غادي نخلطو مزيان. ما يكونش القوام ديالو سميك بزاف وما يكونش القوام ديالو خفيف بزاف كما كتشاهدوا معايا. غادي نجيب هاد الزلافه، غادي نوضع فيها الماء يكون ساخن باش غادي نعمل بحال حمام مريم. بهاد الطريقه هادي غادي الاكل غادي يدفى وغادي يبقى معايا مده طويله وهو دافي باش نوكل الفريخ. هنايا عندي هاد الفريخ هذا تقريبا مازال ما وصل حتى سيمانه، والابوين ديالو مبغاوش يوكلوه، فاضطريت انني نوكلو انا بيدي. فكما كتشاهدوا معايا هاد المغرفه هذه ولا ملعقه هي باش كنوكلو، سهله، كتعوجوها غير شويه باش كتجي سهله انه ياكل منها وكياكل. يعني كتقدموها له وكياكل بطريقه اللي هي سهله. والحاجه اصدقائي اللي كنركز عليها هو الاكل ضروري يكون دافي، خصوصا دابا في الفتره ديال الشتاء. وحاجه اخرى، حاولوا انكم ما توكلوش الفروخه ديالكم بزاف بزاف باش الحويصله ديالهم تعمر بالطريقه اللي هي صحيه، يعني ما تعمرش بزاف لدرجه انكم تقدروا تخنقوا الفروخه ديالكم ويموتوا.